يا أصحابي يا حلوين، إزيكم؟ النهاردة هأحكي لكم عن سيف وليلى لما راحوا المصيف مع بابا وماما. في يوم جميل بابا قال: يلا يا ولاد حضروا شنطكم، هنروح المصيف. ليلى فرحت جدا وقالت: هنشوف البحر. وسيف قال: وهنبني قلعة بالرمل. وصلوا البحر وكانت الشمس طالعة والهواء منعش. ليلى لبست طاقية الشمس عشان تحمي نفسها. سيف مسك جردل صغير وبدأ يجمع رمل. ماما قالت: يا ولاد ما تنسوش نحط كريم الشمس عشان جسمكم ما يحرقش. كلهم دهنوا الكريم وشربوا عصير ولعبوا مع بعض. ليلى بنت قلعة كبيرة من الرمل وسيف زينها بالأصداف. وبعد شوية نزلوا المية ورشوا بعض وضحكوا كتير. لما الشمس قربت تغرب قعدوا يتفرجوا عليها وهي بتروح بعيد. وقال بابا: المصيف حاجة حلوة، بس الأهم إننا مع بعض. يا أصحابي، لو رحتوا المصيف ما تنسوش تحموا نفسكم من الشمس، ما تبعدوش عن بابا وماما، وتلعبوا وتتبسطوا كتير. أنا جدكم حكيم وبحبكم كلكم.